خير على عيونكم، مساء كل حاجة حلوة في الدنيا. انا جايلكم فيديو جديد النهاردة، بس احنا بقى بالليل. فانت لو بتشوفيني لاول مرة حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي الله كده، وادخلي بقى برجلك اليمين كده وشوفي احنا هنعمل ايه. طبعا انا عندي هنا نص كيلو كنافة، والله كان في الفريزر بقاله يجي شهر ومكسله اقوم اعمله كده، فانا قلت عايزه اكل حاجه حلوه كده يعني. ما اقوم اعمله. فهنا طبعا حطيت الاول، هنحط بقى الشربات الاول بتاع الكنافه اهوت. كوبايتين سكر، عامله 3 كوبايات سكر على كوبايه ونص ميه، يعني نص السكر ميه. لو حطيه على النار ما يبتدي يغلي تقومي موطيه عليه خالص. تمام. هنا طبعا في الوقت ده بقى حاطه انا زبده فلاحي على سمنه بلدي برضو. الكنافه يا جماعه بتحب الحاجات البلدي، يعني السمنه الزبده. هسيحهم على النار. وهتعالي بقى هنا هعمل لك الكنافه بطريقه سهله وبسيطه وسريعه. خلاص هنسيبها لما تسيح خالص ونشوف هنعمل ايه. خلاص هي ساحت مننا اهي. نبتدي بقى هننزل على الكنافه زي كأنك بتحمري شعرية. بس انا هنا بقى الكنافة ديت اللي كان مديهالنا يعني كانت معجنة، فانا حطيتها في الفريزر على اساس اقطعها لكم وكده واعملها حتت صغننة. فهي بصراحة ما كانت عاملة زي ما يكون طوبة، مش عارفة تكسرها. فانا قلت خلاص انا كده كده هشوحها في السمنة لغاية ما تنشف يعني. خليكي معايا وشوفي، عايزة تعمليها في فرن البوتاجاز الخطوة دي ممكن تعمليها عادي. احنا هنفضل بقى نقلب فيها كده لغايه ما تشرب السمنه. هتقولي حطيتي سمنه قد ايه؟ نص كيلو خد زي كوبايه الا ربع سمنه، يعني كوبايه الا ربع سمنه تبقى جميله قوي. انا العيشه بتدن اهيت. فانا قلت بعمل حاجه حلوه، انا ولادي يعني بيفرحوا قوي اما بعمل لهم اي حاجه حلوه كده. وبعدين بنتي والله اللي كانت جايباها نفسها من بقالها يجي شهر، كل يوم اعملي لي يا ماما الكنافه، اقول لها مش وقته. انا ما بحبش اكتر والله يا جماعه في الحلويات، عشان طبعا السكريات والكلام ده، لان انا منع السكر خالص عن ولادي وعني. اي حاجه بناكلها يعني من غير سكر، لبن شاي اي حاجه انا ما باخدش سكر فيها. فطبعا هنا اهوت هبتدي بقى اسقيها السمنه خالص واقلب بقى فيها كده، ايدك بقى فيها على طول عشان ما تتحرقش بس منك. خليكي بس معايا عشان نمشي في خطوه خطوه كده، نعمل بقى كنافه جميله زي بتاع المحلات. كلنا بصراحه بنتضرب عليها في المحلات. فشوفوا كده طريقتي برضو يا رب تعجبكم. واهم شيء تصلي على النبي كتير وتكتبي لي في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. الله اعظم العزة والدوام لله. تفضلي بقى تديها تشويحه كده كل دقيقتين، تديها كده. كنت ساعات بحطها في فرن البوتاجاز بس بتتعبني وبتاخد وقت كتير. طبعا هنا الشربات اللي هو السيرم بقى هنقول، انا مش عايزه اتكلم باللغه النحوي دي. طبعا هنا الكاميرا اللي سايبه، فانا خايفه تتقطم مني. طبعا هنا اهو. ما تقوليليش البراد ده انا هرميه اساسا لانه قديم، بس انا مش عارفه، مش لاقيه له مكان. كل ما اجي ارميه في حته الاقيه على البوتاجاز تاني. طبعا اهو قلبي بس في السكر كده عشان يبتدي يدوب معاكي بس، وبعدين وطي عليها بقى شويه كده. في الوقت ده هننزل بقى بعصرة ليمونة، نص ليمونة عليها اهيت. وعايزة تحطي بقى كيس فانيليا حطي عادي. خليكوا برضو معايا عشان نشوف برضو حاجة حلوة وبسيطة والله. وتجيب الحاجات دي من المحلات بالشيء الفلاني. تعلمهم ان احنا نعمل الحاجة في بيتنا، وفروا يعني توفير. وفي نفس الوقت والله الولاد بيبقوا فرحانين. لو عندك ولاد بيبقوا فرحانين قوي ان انتي بتعملي لهم حاجة يعني في البيت. هنا بقى طبعا في الوقت ده انا قاعدة بحمر في الكنافة.
خلاص نخرج بقى من المود بتاع كل شويه الاكل، طبيخ اكل كده، اعمل حاجه. انا والله العظيم ببقى ساعات بكسل اصور لكم، بس ارجع اقول لا ممكن يعني حد يستفاد، حد يطلع بحاجه برضو مفيده شويه، او كله على القنوات يعني بيعمل. خلينا برضو نبقى مختلفين شويه. خليكي بس معايا للاخر عشان في حاجات كتير هعملها. بصي هديكي بقى حبه كنافه عسل قمر كده. انا بقعد ادلع الاكل وانا بعمله، والله بقعد كانهم ولادي، بقعد ادلعه كده. الحاجه اما بتكوني بتحبيها وبتعمليها بحب بتحبي تقعدي تدلعي فيها كده. هي شربت السمنه اصلا كلها اهي. تفضلي بس كل دقيقتين ايه، بس انا بشوف حركه البوتاجاز من فوق احسن من الفرن من تحت. كنت انا بعمله في الفرن من تحت بس كانت بتاخد وقت طويل. تعالي بقى نعمل القشطه المدبه. دي كوبايه لبن، ودي الكوبايه اللي ايه التانيه، قولي كوبايتين وربع. صليت هنا على النبي ولا عليا افضل الصلاه والسلام. هنا طبعا هنحط عليهم يعني الكوبايه هتاخد معلقه دقيق، ادي معلقه وادي معلقه. بصوا ودي معلقه بس مش مليانه قوي. تمام خلاص. دي بقى هنعمل القشطه الكدابه بقى بتاع المحلات اللي احنا بقى بنتضرب عليها ونقول ايه الطعمه والجمال ده، ومنتش عارفه هما بيعملوها ازاي. طبعا هنا اهو هنقلب بقى فيها قوي وندوبها. هجيب معلقه نشا ونحطها برده كمان ونرفعها على النار. هنا طبعا هنجيب معلقه نشا زي ما انا قلت لكم اهو. انا بس بفصل وارجع عشان ما ايه ما تروحوش مني. معلقه يعني قولي معلقتين، يعني 2 من ده على 2 من ده، وقلبي وحطي على النار. تمام. هنحط بقى معلقه سكر صغيره خالص عشان ايه القشطه دي ما بتبقى مش معسله قوي، بتبقى طعمها جميل قوي. في الوقت ده خلاص انا حطيتها على نار هي هاديه ونازله بقى. التكتلات اللي فيها دي تفضلي ايدك فيها كل ما تدوبي، اوعي تشيلي ايدك منها عشان ما تكلكعش منها. احنا عايزينها كريمه سايحه ما فيهاش كلاكيع ولا فيها اي حاجه. وخدي بالك الدقيق اصلا لما تيجي تدوبيه في لبن او ميه بيفضل مكلكع، فانت تفضلي بقى طول ما انت تعملي بايدك بالمعلقه كده على ما يبتدي ياخد سخونيه يفرد معاكي. تمام. في الوقت ده خلاص اهي نزلت بقى عليها بمكعب زبده، شايفينه اهو، ده هيخلي لك بقى طعمها جميل. تبتدي بقى تقلبي كله وتطفي بقى النار. خلاص. دي بقى الزبده البلدي دي بتخليها بقى طبعا ايه طعمها جميل زي بتاع المحلات بالظبط. دي بقى اللي اقول لكم زي بتاع المحلات. شايفين بقى الكنافه تفضل ايدك فيها تتحرق منك لانها هي اصلا ما بتستحملش. شوفي تفضلي تجيبي شمال ويمين كده اهو. بس والله انا مره عملتها في كانت جميله بس غابت معايا، قعدت كتير. كنا في رمضان وقعدت فتره طويله كل شويه وتعبتني، كل شويه افتح فرن البوتاجاز كل شويه كده. لكن على البتاع لو هتقدري تعمليها كده اعملي. عايزه تفتحي البوتاجاز وتدخليها جوه يعني وتبتدي تروحي وتيجي فيها كده ماشي. هنا طبعا اهو بصوا مالكيش دعوه بالكلاكيع دي بقى، كل ده هفرقه لما تبرد بقى. بس انا ايه عايزه اديها اللون اللي هو الذهبي الجميل ده. والشربات اهوت خلاص هطفي عليه هم 10 دقايق وتطفي على الشربات عشان ايه ما يسكرش منك قوي بكل سهوله. وتابعي بس الخطوات ونشوف في الاخر هنعمل ايه، علشان ايه في كام خطوه كده هتخليلك بقى يا سيدي. هنا شوفي زي ده اللي انا بقولك بقى عليه. لو ما كنتيش تلحقي تاخدي كل جنب جنب كده لانها هي ايه خفيفه جدا. هتقولي طب انت هتعملي الكنافه والشربات هيبقى سخن؟ هقولك لا، انا دلوقتي هحطه في حمام ميه ساقعه على ما الكنافه تبرد ونبتدي نشتغل فيها نسقي بقى الكنافه منه. تمام. انا بقى طفيت على الشربات، هحطه بقى في حمام ميه وارجع لكم تاني.
تعالوا بقى هنا نشوف هنعمل ايه. طبعا هنا دي كوبايه كريم شانتيه مج اهوت. خلاص هنحط عليه نص كوبايه لبن متلج، يعني طالع من الفريزر لسه. عايزه تحطي ميه متلجه تستبدليه كويس عادي برضو، بس انا هنا عندي اللبن بقى فانا قلت ايه هستعمله بيه. تمام، خليكي بس معايا كده عشان ايه ما نروحش من بعض في اي حته تانية. اهو نفس المج اللي انت عملتي بيه هتنزلي بيه. عايزه تحطي بقى معلقه سكر حطي. طبعا هنا هنحط ايه معلقه سكر بسيطه بس عشان ايه الكريم شانتيه بتاعي ده معسل على فكره، بس انا هحط ايه حبه صغيرين بس يدوا ايه تسكيره بسيطه كده للكريم شانتيه بتاعنا. تمام خلاص كده. في بقى مكون يمسك لك بقى الكريم شانتيه ده وما يسحش منك في الصيف، في الشتاء ما يسحش. فلو وصلتي معايا لهنا قولي اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. طبعا هنا هنبتدي اهوت نشتغل فيه بقى بالمضرب واحده واحده كده. هتقولي لي ايه كده انا ما عنديش مضرب؟ اعملي في الخلاط اي حاجه اشتغلي. اهو بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. بصوا هنا بقى، هنا كنت حاطه، انتوا طبعا عارفين الجيلاتين، اللي عارفه يكتب. الجيلاتين ده طبعا حطيت هنا نص معلقه على ميه دافيه، يعني تحطي ميه سخنه عليه عشان يسيح منك ما يكلكعش في الكريم شانتيه وانت بتضربيه. اهو وتبتدي ايه ولا اي كريم شانتيه يسيح منك في الصيف ولا اي حاجه. شوفي حاجه سهله جدا وما خدتش والله مني اي وقت ولا اي مجهود. احنا داخلين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين. الحاجات دي بقى هتبقى هتستفادي منها يعني. بدأت تتقل بقى النهاية، بيطلع لك بقى حجمها ازاي. في الوقت ده خلاص هي خلصت اهي، الشربات بقى برد معايا اهو. الغلطه بس اللي انا عملتها، انا لما بعوز اعمل حلويات بالذات في رمضان ببقى مبيته الشربات ومجهزه حاجتي كلها على اساس ان ايه ان انا ما تقلش على نفسي. يعني الحاجه انا عايزه اعملها دلوقتي البتاع سخنه الكنافه لساعتني. الحمد لله. هنا طبعا اهو تبتدي بقى تسقي براحتك بقى. بصوا نسقي بقى الشربات كده. انا حطيته في حمام ميه وماسكه اللبانه في ايديا اهي عشان برضو تصدقي ان انا ايه انها برد خالص، وبس الكنافه اللي سخنه لسه اهي. تشرب بقى من الشربات، نفضل نقلب فيها كده. نبتدي بقى نوسع على نفسنا السكه كده. الدقيق وحش يا جماعه والله، بالذات المطابخ لما بتكون رخامه واحده بتضايق، بتخنق بصراحه. انا بصراحه مخنوقه والله. انا بحب اقف في حته تكون ايه، هو المطبخ عندي حلو مرتاح يعني، بس هي احنا واخدين الشقه رخامه واحده. لو كنا ركبنا رخامه تانية ما كانت هتبقى مش يعني هتبقى المكان ضيق او مش هعرف اقف اطبخ ولا حاجه. الحمد لله احنا احسن من غيرنا، نقول الحمد لله على كل حاجه. خلاص كده اهو. شوف بقى الخطوات اللي هنعملها وخليكي معايا. في الوقت ده طبعا بقى هنبتدي. طلعت هنا الكاسات بتاعي بقى وهنبتدي نسبح ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وهقول لك هنعمل ايه. والله الكنافه مخروشه وجميله معايا. بصوا هناخد بقى ايه، بصوا رق كنافه ونحط رق كريمه. والله الكريمه طعمها جميل. تمام كده خلاص اهو. وبعدين نحط رق كنافه تاني.
هي العملة دي على فكرة جميلة وسهلة بس متعبة شوية. ليه بقى؟ لان تفضلي تعملي كاس كاس كده. الحمد لله. خلاص انا هخلص كله بنفس الطريقة دي واوريكم برضه. هنا طبعا انا خلصت. طلعوا من الحبة دول هو نص كيلو، مش كتير يعني. والعلبة دي بقى طبعا شايفين. طبعا والله العظيم انا جايه احط الكريم شانتيه من تقله. ان البتاع اسمه ايه ده اللي انا حطيته قولوا معايا الغرق اسمه ايه؟ الغرق؟ لا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا قلت اسمه ايه يا جماعه؟ البتاع اللي انا حطيته ده ما والله ناسيه. هنا طبعا اهوت هنزل بقى الكريم شانتيه كده. شايفين؟ شوف تخين بطريقه. والله انا مرضيه بالنتيجه، يعني انا راضيه بالنتيجه اللي هي اللي. اصبروا بس للاخر ما تقوليليش هتحطي ايه. طبعا هنا انا خلصت. بصوا المانجا دي بقى والله كانت جايلي امبارح. قطعتها مكعبات لان انا كنت مفرزه. شوفي بقى انت تبتدي تفردي بالكريم شانتيه كده المانجا. انا كنت عاملاها مكعبات على اساس ايه؟ ان انا يعني لو عملت مانجا عملت كنافه ولا حاجه تبقى هي تحطيها بقى. شوفي الكاس بقى من ده بره بكام والله. والسمنه البلدي وبعدين سكرها كله مظبوط لان انا مش مسكره اي حاجه غير الشربات بس. وفي الوقت ده انا ما سقيتهاش شربات كتير علشان ما تبقى مقرمشه برضو معايا. هنا طبعا اهوت عايزه بقى تعمليها باي نوع فاكهه، بس انا بشوف انها بالمانجا بتبقى جميله جدا. هنا طبعا اهو والله بنتي اللي كانت جايباها لي النص كيلو ده بقى له يجي شهر وهي جايه من المدرسه. تقول لي انا لقيت محل بيبيعها قلت اجيب لك عشان تعملها لي. املي بقى مانجا براحتك. شايفين الجمال بقى؟ خلاص هي كده خلص. اعملي بس بطريقتي دي. والكريمه طعمها جميل تحفه. انا مش معسلاها، ما تبقيش تحطي لها سكر عشان ما تبقاش معسله طبعا. والكنافه العسل بتاعها طبيعي خفيف. تتقبلي انك انت تاكلي منها كاس واتنين على فكره. فهنا شوفي بقى ده في المحلات بيتباع الكاس بكام. طبعا عايزه تستبدلي خطوه الكريمه دي ممكن تحطي كريم شانتيه من تحت، بس انا حبيت لان انا بحب اللي بالكريمه وولادي بيحبوا بالكريمه. فانا قلت اعمل لهم 2 في 1 يعني. بدل ما اعمل بالكريمه مره ودي مره، لا قلت خليها مره واحده. فهي في المحلات بيحطوا النص كريمه وكده راق وراق كده. فانا قلت استبدل انا كده. فاذا عجبك الفيديو حطي لايك واشتركي في القناه لو انت مش مشتركه. واشوفكم في فيديو جديد مع الف مليون سلامه. نسيت اقول لكم انا خلاص كده في الوقت ده كنت غسلت. بصوا كل الحاجات اللي طلعت من الكنافه يعني. بصوا في ثواني كده خليكي شاطره والهلوم. فهنا طبعا انا كنت نسيت اقول لكم الخطوه دي. واشوفكم في فيديو جديد مع الف مليون سلاوه سلام. انا باني شاربه حاجه معلش مع السلامه.